السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نواصلوا بحلويات العيد. على بالي كامل راكم تحوسوا على حلوى سهله اقتصاديه وسريعه التحضير. اليوم ان شاء الله جبت معكم هذه الحلوى اللي تقطع كميه كبيره، مقاديرها جد بسيطه والبنه حاضره بقوه. هذه الحلوى تجي بزاف بنينه، هشيشه وخفيفه كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. بنتها بنه ولا اروع. تقطع لكم كميه ما شاء الله. تابعوا معنا الفيديو للاخير. لكنتي اول مره دخلت لقناتي مرحبا بك، شرفتيني ونورتيني. اكيد ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك جديد فيديوهاتي. نبداو بسم الله. عندي 250 غرام تاع الزبده ولا مارغرين الطريه، تكون بدرجه حراره المطبخ باش تساعدني في الخدمه. راح نضيف لها 4 ملاعق كبار تاع الزيت يعطينا خفه لهذه الحلوى. راح نزيد لها كاس الا ربع تاع سكر غلاس، ما نكثروش فيها السكر باسكو راح تجي فيها لا كونفيتور والشوكولا. رشه تاع الملح وملعقه صغيره تاع لافاني نكه الحلوى ولا الصابلي تاعي هذا تاع الطبقات. نخلط مليح هاد المقادير بالباتور حتى يدخل مليح هذاك السكر في الزبده ولا في المارغرين. نستعملو دائما الباتور باش تجي الحلوى تاعنا خفيفه وهشيشه. راح نحاول نعطيكم كامل اسرار نجاح هذه الحلوى. هنا زدت 4 حبات بيض تاني اللي كانوا بدرجة حرارة المطبخ، وزدت مغرفة كبيرة تاع الزز تاع الليمون. ديروا عطر الليمون ولا زز الليمون إلا كان متوفر عندكم، راح يعطيها واحد الذوق ما شاء الله يا شيرات. نطلع مليح هاد المقادير بالباتور حتى يضعف الحجم تاعهم ويولي القوام تاعهم كريمي. نبدا نضيف الفارينه. درت الكاس الاول تاع الفارينه، زدت 2 اكياس خميره كيماويه لا لوفير شيميك. ما تخافوش، راح يعطي خفه للحلوى تاعنا. انا راح نعطيكم مقادير ان شاء الله مضبوطه تاع الفارينه. كاس ثاني، هذا الكاس يرفد 240 مليلتر. شوفوا البنات، الا بغيتوا الحلوى تاعكم تجي خفيفه الكاس الثالث. الا بغيتوا حلوتكم تجي خفيفه وهشيشه ما تنشفوش العجينه. توجور العجينه تاع الصابلي خلوها طريه ما تلصقش في اليد. كاس الثالث نضيفه غير بشوي. وتاني نصيحه اللي دائما نقولها لكم في وصفاتي وفيديوهاتي، ما تعجنوش لاباط صابلي، لموا باطراف الاصابع فقط كيما راكم تشوفوا فيا. فوالا مازالت طريه معايا، يا ريت تحتاج الفارينه. زيد الكاس الرابع. هنا دخلت لي 5 كيسان فارينه كيما شفتوا. باقي لي الكاس الاخير دوك نضيفه غير بشويه باش ما تغلبنيش الفارينه. هذا الكاس الخامس راني نزيد فيه غير بالعقل. قلت لكم نصيحه ونعاودها لكم، الا غلبتكم الفارينه وشتوا لاباط تاعكم نشفت، تقدروا تزيدوا مغرف كبيره تاع لا مارغرين تكون طريه، دخلوها في العجينه تاعكم. صدقوني انا كي نعطيكم الوصفه نمدها لكم من قلبي ونبغي تنجح معكم كيما تنجح معايا. يعني كي تجربوها تكون ناجحه 100%. شوفوا هذا هو القوام تاع العجينه اللي درته، اللي تحصلت عليه، تكون طريه ما تلصقش في اليد يا شيرات. فوالا نخلي العجينه تاعي تريح في كيس بلاستيكي 10 دقائق ونبدا نخدم بها. هنا قسمت لاباط تاعي على 3 اجزاء متساويه. جبت هنا ورقه طهي، طول تاعها 30 ولا 35 على 40 على حسب السنيوه اللي عندكم. درت كيس بلاستيكي ونحل العجينه تاعي على حساب المساحه تاع بابي كويسون، يعني على حساب الشكل والمساحه تاع المستطيل اللي عندي. نحاول نحلها بحجم متساوي ولا كما نقولوا سمك متساوي. فوالا نجيب السنيوه تاعي اللي نحطها في الفوغ، نحط العجينه بلا بات ديريكتومون. هنا جبت كونفيتور تاعي تاع المشماش، درت واحد 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار، يعني هذيك العلبه تاع رطل نقسمها على 2، نستعملها كامله ماشي لا كونفيتور كيما هكا. نحاول ما نديرش غير في الاطراف، واحد سنتيمتر على الطرف ما نديرش. نجيب لاباط الزاوجه كيف نحلها بسمك متساوي، يعني طريقه سهله. انا حاجه اللي عجبتني في هذا الكاطو انه يتحضر في ضربه واحده في السنيوه، ما تحتاجي لا طابع، ما تحتاجي لا بريستيج، ما تحتاجي فيه تعب، يعني فيه وقفه تاع نص ساعه يكون واجد. حاجه اللي مليحه يخرج بزاف بنين طري، يتشرب بزاف، يعني قهوه حليب للعيد ما شاء الله. حليتها كما شفتوا. هنا طريقه سهله، نرفد البابي بالعجينه كما راكم تشوفوا ونحطه مباشره على الطبقه الاولى.
نقلع البابي كويسون تاعي، وهنا نروحوا للاطراف جيرات. نسوي الاطراف بهذه الطريقه، نبدا نقرص في العجينه هنايا، نحاول نبلاطيها ونقرصها باش المربى ولا لا كونفيتور تاعي ما تخرجليش. فوالا، يعني طريقه سهله سهله وراح تكون ناجحه معكم من اول تجربه. هنا نجيب فرشيطه نثقب لاباط تاعي، في كل مره نثقبوا لاباط هكا باش تتنفس وما تنفخناش. نزيد الكميه اللي بقات لي تاع لا كونفيتور نمشيها على كامل المساحه. اكيد نقول لكم خواتاتي راني حطيت وصفات بزاف الحلويات العيد. اللي ما شافتش لي فيديو سابقين دير اطلاله ولا كيما نقولوا دير دوره في القناه وراح تشوف الوصفات اللي حطيتهم. اكيد راح تستفادوا ان شاء الله. نجيب الطبقه الثالثه نحطها تاني كيف كيف، نقلع ورق الطهي، نقرص الاطراف تاعي تاع العجينه باش لا كونفيتور ما تخرج لناش. في هذا الاثناء راني شعلت الفوغ تاعي على 160 حتى 170 درجه مئويه، يعني كيما نطيبوا اي صابلي. ندير درجه حراره متوسطه. فوا نشوف الصابلي تاعي تحمر من التحت نشعله من الفوق. هنا توجور نثقبوا بالفرشيطه ما تنساوش، طيبه من التحت وبعد نحمروا من الفوق كما راكم تشوفوا. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. بعد ما يبرد الحلوى تاعي مليح مليح البنات، جبت 200 غرام شوكولا بالحليب، زدت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت باش الشوكولا تاعنا تكون طريه. هكا كي نقسموا الحلوى تاعنا ما تجيش الشوكولا يابسه والحلوى طريه. نمشيها على كامل المساحه تاع الحلوى. هنا التزيين يبقى اختياري، يعني تقدروا تستغناو نتوما على الشوكولا ديروا لا كونفيتور، ديروا لها من الفوق كاوكاو ونواه كوكو، يعني ما تقيدوش بالتزيين اللي درته. بصح بالشوكولا تجي بزاف بنينه. هنا كان عندي شويه كاوكاو ايفيلي محمص درته من الفوق. تقدروا تبدلوا ديروا اي حاجه تفضلوها نتوما، فيرميسيل بو الشوكولا، نواه كوكو، كاوكاو مرحي خشين. المهم يبقى تزيين اختياري وانتم ابداعاتكم. المهم هنا اول فوا تنشف الشوكولا تاعي معايا، نجيب هنايا خدمي. اول حاجه نقلعوا الاطراف الحواشي كما نقولوا. شوفوا تلمو الحلوى هذه بزاف بنينه. الحواشي هذوك لهم ولدي الصغير ربي يحفظه، انا نقطع وهو ياكل. صدقوني ميم كي تكون طيب هذه الحلوى في الدار بنتها وريحتها، يعني نقول لكم الزمن الجميل وصاي. ريحه الزمان، حلوى تاع الامهات والجدات. انا واحده من الناس ما استغناش عليها ونبغيها بزاف مع القهوه حليب، يعني في المناسبات السعيده. المهم قسمت الحلوى تاعي كاريات كيما هكا، نحاول يكونوا لي كاري هادو يكونوا متساويين. راكم تشوفوا كي راني نقسم فيها هشيشه ما شاء الله. شوفوا الطياب تاعها كيف خرج الله يبارك. حمرتها من تحت غايه. شوفوا الطبقات باينين، لا كونفيتور في الوسط. يعني كل ما درتو كونفيتور بزاف راح تجي كيما نقولوا بنينه وتبان هذيك الطبقه تاع الكونفيتور. تقطع لكم كميه كبيره ما شاء الله. شوفوا هنايا قطعت لي 35 حبه الله يبارك، وكل حبه كبيره يعني. اكيد نقسم مع خواتاتي الحبه باش تشوفوا مصداقيه الوصفه. شوف كيفاش طريه خفيفه هشيشه، يا وراهي تدوب في يدي قبل فمي. والبنه ما نحكي لكمش على البنه، الذوق تاع الليمون مع لافاني مع الشوكولا مع الكونفيتور، ذوق بزاف 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 شباب. جربوها خواتاتي. سهله مهله اقتصاديه غير مكلفه، كونتيتي كبيره. والله روعه هاد الحلوى. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم. ما تنساوش حبيباتي جيم وتعليق، وفي امان الله الى فيديو اخر، والسلام عليكم.